هذه الأشياء مؤقتا من الخدمة. زلنا في طريقنا للأمن والاستقرار، نحاول بشتى الطرق أن نحصل على هذا الأمن والاستقرار. حصلنا عليه، بدأنا في الاقتصاد السليم، بدأنا في الهدوء النفسي، بدأنا يكون هناك نسيج وطني، يعني لحد ما نقبل الحوار ونقبل رأي الآخر. فنتمنى أن يعود لنا الأمن والاستقرار بعافية، فتعود كل المشروعات المرفوعة مؤقتا من الخدمة إلى الخدمة. بلا شك أن أهم خبر كلنا طلعناه طبعا منذ الأمس وهو مد حالة الطوارئ لمدة شهرين. طبعا ده بلا شك زيادة في الأمن والاستقرار. بدأنا أن احنا كنا كل بيقول لي مثلا على 15/9 ممكن خلاص تنفرج الأزمة، ولكن مد حالة الطوارئ ده دليل على أن هناك يد تعبس ما زالت بأمن واستقرار هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، بيسعدني ويشرفني يكون في الاستوديو معي النهارده في مرفوع مؤقتا من الخدمة مستشار فايز فياض، محامي بالنقد والدستورية العليا ومستشار بالتحكيم الدولي ورئيس النيابة العسكرية سابقا. وأيضا معي شرفني في الاستوديو مرفوع مؤقتا من الخدمة دكتورة أسماء الجيوشي، مدير المركز الإعلامي بجامعة المنصورة، المستشار الإعلامي للأمم المتحدة. أهلا وسهلا بك، شرفتونا. أهلا. بداية أنا بحب أتكلم في حالة الأمن والاستقرار بشكل معين. يعني أنا طبعا اتكلمنا النهاردة عشان يكون مشاهدينا معنا أن أنا هتكلم عن الدستور، عن المواد الخلافية، عن اللغط الذي حدث في لجنة ال50. أيضا هتكلم عن الإعلام، ما هو دوره في معرفة الناس بالدستور، في الناس تعرف على مختلف ثقافتها هي رايحة تختار ايه، مش زي ما كنا عاملين استفتاء على اعلان الدستوري والناس رايحة مش عارفة بتقول على ايه ولا لا على ايه. بس خليني الاول اتكلم في الحالة الامنية مع مع المستشار فايز فياض. في ان يعني رأي حضرتك ايه في ان كل جمعة عاملين سوري يعني زي ما بيقول وش، والاخر ممكن يطلع وش على الفاضي، بس بيعمل وش برضه. الناس كلها بتلغي مواعيدها يوم الجمعة خوفا مما يحدث. اتفضل. يعني هو طبعا حضرتك اللي حصل للاخوان، انا ما بحبش اقول اخوان مسلمين، اخوان وخلاص. يعني لان ده ما ينفعش يطلق على الناس دولت. ان للاسف الشديد هم زي الاسد الجريح، حتى هم مش اسد، هم في حاله سعار، لان طبعا هم تم ذبحهم وماتتهم بالكامل بشكل مفاجئ. فهم دلوقتي زي ده انتفاضه بقى الجريح، خلاص هم دلوقتي بيفرفروا مش عارفين يعملوا ايه. فطبعا كل يوم جمعه وكل يوم يقولوا هنعمل مظاهرات، هنعمل اصل احنا هنرجع الشرعيه، وده كله كلام. هم مغيبين، هم عايشين في عالم تاني خالص، هم مش دارين ايه اللي حصل. دكتور احمد عكاش بيقول ان هم عايشين في عالم افتراضي، يعني بالظبط هم عايشين في عالم افتراضي في عالم معين عايشين بالظبط، وعالم تاني خالص بتاعهم ومش قادرين يحسوا بالناس. وبعدين هم دلوقتي بيحاولوا يعملوا اي حاجه بدون تفكير بدون وعي. لكن الحمد لله وجود الجيش ووجود الشرطه ووجود الشعب كمان تلاحم الملحمه الجميله اللي بيشكلها الجيش والشرطه والشعب الكنيسه وكله، ما الناس كلها على قلب رجل واحد. الحمد لله كل محاوله ان شاء الله ستبوء بالفشل. نيجي نتكلم سعادتك علاقه هذا الكلام بقى بمد حاله الطوارئ اللي سعادتك ذكرتها في المقدمه. احنا كنا فعلا منتظرين كلنا ان بعد الشهر دوت هيتم رافع حاله الطوارئ. وطبعا في نص المده تقريبا تم تقليل حظر التجوال، وبالفعل تم تقليله دلوقتي مره ثانيه كمان. الا ان طبعا حادثين اثنين طبعا كانوا هم السبب الرئيسي في تجديد فرض حاله الطوارئ. الحاله الاولى اللي هي محاوله اغتيال السيد وزير الداخليه. الحاله الثانيه الحادث الارهابي المجرم اللي حصل في رفح. الحالتين دولت كان لابد ان الحكومه لابد انها تمد حاله الطوارئ، وبعدين هي مدتها فتره مؤقته ومع مد حاله الطوارئ، الا انها برضك عملت حاجه ظريفه جدا، انها قللت حظر ساعات التجوال، بقت من الساعه 12 الى الساعه 5 صباحا. معي مداخله هاتفيه من مظاهرات مؤيده ورافضه للعنف، مؤيده للجيش والشرطه ورافضه للعنف، من مدينه الحمام. ايوه. الو. ايوه، اهلا وسهلا. بيك استاذ سامي. ازيك استاذ سامي؟ ازيك؟ ربنا يخليك. مع حضرتك سيد الثعلبي زميلكم من قناه اسكندريه والمعلق في الرياض.
شادي السعدني. لا، سيد سيد الثعلبي. سيد السعدني. استاذ سيد السعدني، انا عايز اعرف في الوضع الحالي هل فعلا في مظاهرات كانت بتطالب بعودة الشرعية في الحمام، ولا كانت هناك مظاهرات مؤيدة فقط للجيش والشرطة؟ طيب انا صح بس حاجه كده، اسمي سيد الثعلبي. الثعلبي. سيد الاستاذ سيد الثعلبي. تمام. صح كده؟ الاول احنا باسم جمعيه اعلامي رجون اسكندريه تمام. بنحييكم، واحنا كنا في مطروح في المصيف السنوي اللي بنعمله، وفي مطروح النهارده قبل صلاه الظهر، قبل صلاه الجمعه، كان في مظاهرات تأييد غير عاديه للفريق السيسي وقواتنا المسلحه، واحنا طبعا شاركنا باسمنا كاعلاميين في هذه المظاهرات، انما احنا كنا بنغادر مطروح، واثناء دخولنا مدينه الحمام كان في كمين اللي هو الموجود ده، الكمين الرسمي في مدينه الحمام للداخلين المطروح والخارجين منها، ولقينا مظاهرات تأييد والسيارات واقفه وكله بيهتف بالسيسي، لان مجموعه من الضباط وجنود القوات المسلحه هم اللي واقفين في الكمين، فنزلنا وشاركنا ولقينا تأييد غير عادي، الا طبعا فضله بسيطه بس كانت مخالفه لكل هذا التأييد، انما احنا في مدينه الحمام شفنا شكل يعني غير طبيعي وشكل غير مسبوق بالتأييد، بعكس ما كنا بنسمعه عن محافظه مطروح، ودي الصوره اللي موجوده هنا. يمكن في احنا لسه حضرتك بتكلمينا واحنا في الحمام يعني كلاكسات، يمكن احنا عشان المداخله بس الناس سكتت عشان نقدر نتكلم، انما هي صوره لابد ان احنا ننقلها لحضراتكم، وده شيء جميل جدا، وشيء يفرحنا ويسعدنا ان كل محافظات الجمهوريه بتأيد هذا القرار اللي احنا كمان بنأيده بنتمنى لمصر الحبيبه ان شاء الله. يا رب يا رب تمر الفتره دي على خير. استاذ سيد الثعلبي انا بشكر حضرتك، شكرا. ارجع للدكتوره اسماء الجيوشي بسرعه في موضوع اللي بيحصل. حضرتك بتشوفي وسائل الاعلام بتطرح القضايا وبتطرح كل وجهات النظر، بتطرح الحقيقه على ارض الواقع، ما بتنتظرش مجرد التعليق او التحليل لاراء معينه، هي بتطرح الصوره كامله امام الجمهور، وبالتالي الحدث اول باول. فلما يجي بعد كده حاله الطوارئ، بيبقى في نوع من التداعيات الامنيه والفكريه اللي طرحتها وسائل الاعلام، اللي مهدت للنقطه دي، لان هي في الحاله دي ما بيبقاش منتظر بعد كده وسائل الاعلام ان هي تكون رد فعل للحدث، هي بتطرح الحدث بدايه وبجميع اطرافه وقضاياه، والاراء المترتبه عليه بتاتي بعد ما بتطرحه وسائل الاعلام، فبالتالي بيحصل نوع من تهيئه الجمهور معرفيا لهذا القرار، وبالتالي مساله الدعم او التوافق النفسي اللي حاصله عند جمهور مصر الان من إحساسه ببداية الأمن والاستقرار الداخلي، ده ناتج من أن وسائل الإعلام طرحت كيف كان الحال قبل أن تفرض حالة الطوارئ وبعد أن يعني أنت مع مد حالة الطوارئ؟ أنا مع أولا أن احنا نطرح للجمهور ما يمكن أن يترتب عليه حالة الطوارئ وما حدث بعد فرضها على أرض الواقع، علشان ما تبقاش مجرد آراء ومجرد من مع ومن ضد. أنا مع يعني وسائل الإعلام وظيفتها الأساسية هي طرح الحقيقة للجمهور عشان يكون مقتنع تماما بأن هذه هي الرؤية السليمة لمرحلة انتقالية بتمر بها مصر حاليا. فلما تمد بحالة الطوارئ شهر 2 3 على حسب بيبقى في نوع من التقبل المجتمع، وهو ده الدور الأهم. طيب أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك في نقطة معينة، هي أن أنت عندك كتير من القنوات بتشوفيها تاخد بعض مش اللي هم يتعدوا على الإيد الواحدة، اللي رافعين شعار زاوية معينة وتقوم عرضها على انها المسيرات الحاشدة، وتبدأي انت بقى كمتلقية في البيت عندك ذعر. فين الحاشدة دي؟ الجمهور دلوقتي عنده إمكانية التعرف على أكثر من مكان للمعلومة، مش بس من وسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، لا كمان من مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي من حق كل قناة ان هي يعمل انتقاء معرفي لمعلومتها على حسب السياسه التحريريه اللي بتتحكم فيها، ده حق للقناه. لكن ان تزور الحقيقه دي جريمه. الجمهور الواعي واللي دلوقتي مر عليه اكثر من حدث من بدايه الثورات الربيع العربي لغايه دلوقتي، حصل نوع من رفع الوعي في نسبة المشاهدة وفي نوعية انتقاء المعلومة. فبالتالي من الصعب جدا في المرحلة دي ان انت تخاطب الجمهور والمشاهد بصفة خاصة على انه بنفس وجهة النظر المعرفية اللي بتصدق كل ما تراه. وسائل الإعلام حاليا أصبحت في نوع من الحرب الإعلامية النفسية تجاه الجماهير، كل منها بيحاول ان هو يصور الحدث من وجهة نظره الخاصة عشان يوصل في النهاية لتجنيد أكبر عدد ممكن من الأتباع
من المشاهدين والمستمعين والقراء عشان تصل بميول حزبيه لطرف على حساب طرف اخر. انا بعد التقرير اللي هاخده هنتكلم عن الميثاق الاعلامي، المفروض انه يرفض الكلام ده كله، المفروض ان هو يقنن دي الاشياء دي ويعرض من يقوم بها للقانون تحت طائله القانون. انا عايزه ارجع لمستشار فايز فياض. طبعا مد حاله الطوارئ شهرين، المفروض ان كده هيبقى 3 شهور، فمحتاج استفتاء، لان هو كده 3 شهور كده اقصى حاجه اعتقد مد حاله الطوارئ. فانت طبعا يعني تستوعب ان حاله الطوارئ تمتد في مصر لاكثر من 3 شهور اعتقد، يعني ولا حسب الحاجه يعني. انا عايز اقول حاجه بس، الناس كلها خايفه من حاله الطوارئ. حاله الطوارئ يعني خايفه ولا مستاءه؟ لا خايفه، هي الناس على الناس البسطاء مش فاهمه يعني ايه حاله الطوارئ. حاله الطوارئ يعني تنتها في عهد حسني مبارك 30 سنه ما حصلش حاجه، فاحنا كناس بسطاء كناس حاله تجول، احنا مش على فكره لا نتكلم حاله التجول حاجه وحاله الطوارئ حاجه. ما انا عارف حاله الطوارئ دي، قانون الطوارئ ده موجود. حاله الطوارئ دي حاله ضروريه، ضروره امنيه. يعني بتفرضها الضروره الامنيه والخوف عليا وعليك وعلى الشعب كله وعلى المجتمع. صحيح. فحاله الطوارئ دي اللي ما يخافش منها الا المجرم الارهابي، عشان بس نبقى واضحين. يعني حاله الطوارئ دي ناس، وحاله الطوارئ امريكا طالبه، انا مالي ومال امريكا دي طالبه بتتدخل في شؤون مصر الداخليه ليه؟ فحضرتك ما يخافش من حاله الطوارئ ديت الا الارهابيين والمجرمين. صحيح. اما الناس الطبيعيين العاديين عادي. ايه المشكله في حاله الطوارئ بالنسبه لهم؟ يعني اصلا ايه قانون الطوارئ؟ حظر التجوال دي حضرتك دي قرار مترتب على حاله الطوارئ. الحمد لله النهارده حظر التجوال اتخفض خالص، ده بقى يعني وقت النوم بس، يعني تقريبا من الساعه 1 لغايه الساعه 5. ده مناسب جدا يعني مناسب جدا، مش معقول يعني. فاصبح تقييد حريه الشخص العادي مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص بالنسبه للشخص العادي، البني ادم العادي، البني ادم البسيط، مفيش اي خوف عليه تماما، ولا حاله الطوارئ ولا قانون الطوارئ بيمسه. تمام. حاله الطوارئ تمس اللي يخاف منها الارهابي اللي بيعمل في الخفاء، اللي بيعمل تحت الارض. اكيد اللي هو الخوف منه. بالظبط. معانا دلوقتي راي الشارع في حاله الطوارئ، في حاله الامن والاستقرار. هل فعلا المواطن المصري حس بشويه طمانينه؟ نشوف معاكم نبض الشارع في حاله الامن والاستقرار في مصر، ونعود مره اخرى لاستوديو مرفوع مؤقتا من الخدمه. كيف ترى عودة الأمن والشرطة لدورها داخل المجتمع؟ هو طبعا احنا تلاحظ بعد 30/6 رجوع الامن بقوه على مستوى المحافظات، لكن في بعض التاثيرات صغيره كده، يعني مثلا زي المرور او الحاجات اللي هي الاشغالات، لكن احنا طبيعي في حاله انضباطيه داخل المحافظات. وبعدين مع تواكب الحظر كمان، دي ادت الى في انضباط امني داخل المحافظات. بدأ دور الشرطه يظهر في الشارع، خاصه في المرور. يعني لقينا بنلقي حملات كتيره قوي على الطريق، الطرق السريعه، الطرق الرئيسيه، الطرق داخل المدينه، الحقيقه بنلاقي حملات كبيره واقفه، وده شيء جميل. والشرطه قايمه بجهودها، وعايزه اقول انها تعافت من المؤامرات التي كانت تحاك ضدها، وعمليه الفصل بينها وبين المواطنين، او الفصل بينها بين المواطن او الشعب المصري، وده كان شيء مقصود به، ان حينما تضعف الشرطه انما تضعف الدوله. كل النهارده عادت، فاحنا سعداء جدا بهذه العوده. كده هل أنت راضي عن أداء الشرطة في الفترة الحالية؟ في الفتره الحاليه طبيعي، انا مش هقول لك راضي، انا راضي فوق وفوق شويه كمان، لكن اتمنى ان المنظومه بتاعه الامن تكمل كلها، ما تبقاش جزئيه خاصه بالجنائي والمتهمين والضبط. اتمنى ان راجل الشارع بتاع المرور يكون موجود، راجل المرور يكون موجود في الشارع، راجل الاشغالات يكون موجود في الشارع. الحاله الانضباطيه داخل الشارع بتاعه الامن والامان، طبعا وقوف السكه الحديد والطرق، الحاجات دي كلها والاكمنه دي ضروريه جدا في الفتره اللي جايه، لان دي هتدي طابع امني للفرد او المجتمع قوي، وفي نفس الوقت هتنشط السياحه عامه، لان طبعا تنشيط السياحه او العمل الاقتصادي كله مبني على الامن. انما الانسان المواطن العادي، انسان المحترم، ليه لا؟ عايز الامن والامان في بيته، في شارعه، في منزله، في بيته، على اولاده. انما الحقيقه نتمنى ان شاء الله
فيها في الدستور القانوني، وليه سبب سقوطه وسبب فشله. ان تم اضافه مواد معينه على هوا اللي كانوا بيوضعوا الدستور. وطبعا احنا عرفنا الدستور طلع مسلوق، وكانوا قاصدين انهم يحطوا المواد دي بالذات لان لهم فلسفه معينه ولهم هدف معين عاوزين حضرتك يوصلوا له. كملوا الماده 219 في الماده الرابعه. الماده الرابعه في طبعا 132 في عندنا كمان الماده ال 11. في عندنا الماده 43. في عندنا الماده 44. في عندنا المواد من 132 ل 145 وال100 اللي لغايه 150 اللي هي خاصه بسلطات رئيس الجمهوريه، وكده كانت سلطات بتصنع الفرعون. عندي كمان المهم قوي الماده 198 المحاكمات العسكريه. اهم من ذلك كله المواد 176 و177 و78 الخاصه بالمحكمه الدستوريه العليا. طب ناخد اهمهم، ناخد حاجه هناخد كده. اهم المواد دي كلها حضرتك. احنا عندنا الاول الماده اللي هي الماده الرابعه. الماده الرابعه عشان ناخدهم بالترتيب. الماده الرابعه عندنا اللي هي بتقول بيتم النص فيها على يؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه. هذا الامر ايه خلاف وجه الخلاف على الماده دي حضرتك؟ ان بتجعل فيه مرجعيه معينه للتشريع. يعني انا النهارده اي قانون متعلق بالشريعه الاسلاميه لازم ارجعه للازهر الشريف وهيئه كبار العلماء عشان يوافقوا عليه. طبعا وجه الاعتراض على هذه الماده انا بقول قدام الساده المشاهدين على وجه الاعتراض لكن انا ما بقولش وجهه نظري. وجه الاعتراض عليها انها بترجع حاجه اسمها ولايه الفقيه، زي بتشبهنا بولايه الفقيه في ايران. ان ما فيش يعني عندنا مرجعيه معينه وهي الازهر الشريف لكل القوانين اللي بتصدر، وبتسلب حق السلطه التشريعيه اللي هي مجلس الشعب او مجلس الامه على حسب ما او اي مجلس اللي هو المجلس التشريعي، بتسلب منه ان هو يسن القوانين بمفرده، وهو ده المنوط به سن القوانين. يعني الماده ديت المفروض انها تعدل ولا تلغى؟ هو دلوقتي المفروض انها تلغى. احنا مش عايزين اي مرجعيه. احنا يعني المطلوب دلوقتي ان احنا بنعمل دستور لدوله مدنيه فيها مجلس تشريعي منتخب من الشعب هو اللي يشرع القوانين بصرف النظر عن اي اعتبار تاني. تمام. ده باختصار شديد جدا بالنسبه للماده الاربعه. الماده 219 لانها متعلقه بالماده الثانيه عشان برضك ناخدها بالمره، بتفسر مبادئ الشريعه الاسلاميه. الماده الثانيه بتقول ان دين الدوله هو الاسلام، ومبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. المصدر الرئيسي للتشريع. هم بقى حبوا يفسروا يقول لك مبادئ الشريعه اصلا حبوا يحصروها في امر معين. حصروها في ايه؟ قال تشمل ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه. اصل حضرتك بتقولوا دوت ان هي قواعدها الفقهيه دي بتختلف من بلد لبلد. بالظبط. هم بقى بالظبط كده ده من وقت لوقت ومن بلد لبلد، وفيها اراء يعني في العراق حاجه وهنا حاجه وفي الاكثر من ذلك. يعني. الاكثر من ذلك انها بتقصر مبادئ الشريعه على احد المذاهب الاسلاميه فقط، وهو مذهب اهل السنه والجماعه. مع ان احنا في عندنا مذاهب ثانيه في الاسلام بصرف النظر عن هي زي مثلا المذهب الشيعي، وهو ده مذهب اسلام، هم مسلمين وبيعبدوا ربنا ربنا ولهم قبله واحده زينا وبيحجوا زينا، فهي كسرت على اهل السنه والجماعه، ودي يعتبر قصور تشريعي. فهي دي الماده اللي عليها اعتراض، والماده دي ممكن تلغى او تعدل. ده الماده 219 اللي هي متعلقه بالماده الثانيه من الدستور. نيجي لحضرتك بالنسبه بقى للماده المهمه، المواد المهمه جدا اللي هي بتتعلق برئاسه الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يعني تقريبا له اكتر من يجي 15-20 سلطه بيجعلوه فرعون. يعني هو رئيس السلطه التنفيذيه. ده كان 2012 وبرضه دستور 71 بالظبط. ده متاخده من 71 نصا. رئيس السلطه التنفيذيه بيختار الوزراء، يختار رئيس الوزاره، بيضع السياسه العامه للدوله، هو رئيس المجلس الاعلى للهيئات القضائيه، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، يعلن حاله الطوارئ، هو اللي بيعين. طب كده معلش المادتين اللي انت حضرتك قلتهم دولت المفروض ان هم يتم الغائهم مش تعديلهم. بالظبط. اللي هي الرابعه وال219 بالظبط. طب دي بقى المفروض يتم تعديلها مش الغائها؟ لا دولت يعني هو هيتم تعديلهم او يتم تقليص سلطات رئيس الجمهوريه حسب النظام السياسي اللي هيبقى متبع في الدوله، هل هو نظام او نظام برلماني او نظام مختلط، وبناء عليه هيتم تعديل هذه المواد او يتم تقليص سلطات رئيس الجمهوريه في الدستور الجديد. دي لازم المواد دي هيبقى عليها مناقشه رهيبه جدا وكبيره جدا، فلازم انها يتم تعديلها. هيبقى عليها نقاش كبير جدا. بالظبط. طيب انا بس عشان احنا دلوقتي وقفنا عند الماده 200 الماده لغايه الماده 176 و202 و193 202
اللي هي سلطات رئيس الجمهوريه. بالظبط. تمام. هنقف هنا عشان هرجع للدكتوره اسماء الجيوشي، ولكن بعد التقرير. طبعا ناس كتير يعني حتى الان مش عارفه الدستور القديم كان ايه والجديد كان ايه والايديولوجيات كانت ايه والتفكير كان ايه. الشعب المصري مش مثقف للدرجه. انا مش بقول حاجه احنا مش حاسينها، لا طبعا. القاعده العريضه من الشعب المصري فيها أمية تعليمية، وأيضا في أمية في الثقافة السياسية. فأنت ما تعرضليش دستور أنا مش فاهمة فيه حاجة. فالإعلام أيضا لسه هرجع طبعا للدكتورة أسماء، ليه دور إنه يعرف الدستور ده عبارة عن إيه ويفيدك هنا في إيه، وأنت طالب المادة دي ليه وترفض المادة دي ليه. المفروض يكون كده، ما اروحش انا استفتي او يعني اقول الدستور ده هيعجبني وانا مش عارف عنه اي حاجة. فانا بشوف دلوقتي مطالب المواطنين في الشارع عايزين ايه من الدستور الجديد. الدستور الجديد عايزين منه ايه؟ معايا زميلي ناصر يوسف وتقرير عن نبض الشارع ومطالب المواطنين من الدستور المعدل، مش هقول الجديد، المعدل. نشوف معايا. هل أنت راضي عن لجنة صياغة الدستور؟ والله بالفعل في جدل كبير ما بين القبول والرفض، ولكن علينا أن نستمع إلى آخر لحظة في لجنة الدستور حتى نعترف من الصحيح ومن الخطأ، لعل نتدخل في وقت غير لائق بالدخول في هذا الكلام. مع وجود ثغرات في هذه اللجنة، مع وجود تشكيل واستبعاد لكثير من الهيئات من هذه اللجنة، إلا أننا في مرحلة تستوجب مننا أن احنا نبحث عن النتائج ولا نبحث عن المقدمات. أنا أرى في هناك شخصيات جديرة بأن تكون داخل اللجنة، مع التحفظ على بعض الشخصيات الأخرى التي ما كان ينبغي أن تدخل هذه اللجنة، ولكن هي ممثلة. أيضا أرى أن بعض النقابات غير ممثلة في اللجنة ولأسباب أعلن خلافها، واللي هو لا إقصاء والكلام ده كله، ولكن تم إقصاء بعض النقابات لوجود أشخاص ينتمون لتيارات معينة على رأسها، وأنا أرى أن هذا قد لا يصب في صالح اللجنة، ولكن أنا بقول أن المناقشات الجارية والمناقشات القادمة ستسفر عن رأي هذه اللجنة، خاصة أن الدستور الذي يزمع إعداده سيتم عرضه على المواطنين في استفتاء عام، وأعتقد أن المواطن أصبح من الرشد بمكان أن يدرك النقاط الخلافية والنقاط الهامة في هذا الدستور. كما أتحفظ أيضا على الحديث عما يدور داخل لجان إعداد الدستور قبل أن تبدأ جلساتها الفعلية، ونوع من الابتزاز السياسي الذي يمارسه بعض من ينتمون لأحزاب معينة. المساحة الوقتية ليها مساحة قصيرة، دي رقم واحد. رقم 2، الأساسيات المطلوبة من اللجنة لم تعرض بالشكل الكافي، منها استبعاد نص كامل في الدستور السابق مش 2012 دستور 71، وده خاص بسلطة الصحافة بصفة عامة والصحافة والإعلام بصفة خاصة. ماذا تطلب من لجنة صياغة الدستور؟ والله عايزين التأني ثم التأني ثم الإعلان الصحيح الذي لم نرجع إليه مرة أخرى في صورة رفض أو صورة لا للدستور. النص القرآني بيقول عشان ما نجتهدش: وما ننسخ من آية إلا لنأتي بأفضل منها أو مثلها. يبقى ما ينفعش نيجي نستحدث نص في الدستور لم يكن موجودا إلا إذا كان أفضل من النص السابق بشكل أو بآخر. النص كمان في السنة بيقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأفضل منها أو ردوها. يبقى ما ينفعش أجيب نصوص. مصر عرفت القانون الدستوري من 1882، وأول دستور اتحدث عن الحريات الشخصية كان دستور 23. فما ينفعش أجي النهاردة إن أنا ألغيه أو أعدله. نمرة 2، إذا كنت بعمل مصالحة مع الشعب، في فرق إن أنا أوضع ضوابط وأوضع قواعد، وفي فرق إن أنا ألغي نصوص سواء موجودة في الشريعة أو موجودة في القرآن وأجي أقول أتحايل عليها بشكل أو بآخر. نمرة 3، في معاهدات دولية تم التوقيع عليها ليس من حق أحد التراجع عنها ولا حد يقدر يتراجع عنها. يبقى ما ينفعش نلف على بعض ونضحك على بعض.
نمرة 5 ممكن نقعد مع لجان ما يسمى لجان الحكماء ونقول لهم والله ازاي نطبق الجزئية الخاصة بالحبس في القانون او عدم تطبيقها، لان دي موجودة في القوانين السابقة في مادة واحدة اللي هي مادة 303 الى لغاية 306 الخاصة بالسب والقذف في العائلات فقط. انا اطلب الان من لجنة الدستور ان تغض الطرف عن كل ما يقال. لجنة الدستور يجب أن تعد دستورا متكاملا، دستورا يحافظ على أهداف ثورة 25 يناير ومكملتها في ثورة 30 يونيو. يجب أن يكون الدستور متوافق مع جميع فئات الشعب، يجب أن يحقق العدالة، يجب أن يحقق الحرية، يجب أن يحقق احترام آدمية المواطن. أناشد لجنة الدستور ألا تلتفت إلى المهاترات الجانبية، إلى الابتزازات السياسية. برجع لكم مرة تانية مع دكتورة أسماء الجيوشي واتكلم عن هل تتوقعي ان يعني هل في مواطن دلوقتي بيعرف ان بيتعرض عليه من السموم الإعلامية ما بيكتشفهاش؟ يعني تتوقعي القنوات اللي بتعرض دي مسيرات حاشدة وده ضرب وده طبعا حاجات كتير. نسبة الوعي ارتفعت عن الأول كتير. بس لسه احنا محتاجين نرفع درجة وعي أكتر من خلال طرح كل الآراء والأفكار وعدم حجب المعلومات أو انتقاء أو التعتيم. المواطن حاليا لما بيلاحظ ان في قضية معينة لم تغطى من كل زواياها وبتبلغ درجة أهمية القضية دي بالنسبة له حالة معرفية معينة، يعني هو بيبقى نفسه يعرف كل حاجة ببساطة عن القضية. فلما بيحصل نوع من حجب بعض الزوايا أو عدم تغطية بعض النقاط أو التعتيم على بعض النقاط، فبيحاول ان هو يسعى إلى وسائل إعلام أخرى لكي يعرف يكتمل الصورة عنده. تكتمل الصورة عنده، صح غلط مش مشكلة، لكن المهم ان تكتمل الصورة. عشان كده احنا بنقول ان دايما الإعلام الحر، الإعلام الصادق، الإعلام الوطني اللي مؤمن بقضية وطن وعنده درجة انتماء عالية جدا في المراحل الأزمات ومراحل الانتقالية في حياة مصر حاليا، محتاجة ان احنا نتعامل زي جراحين القلب. الإعلام حاليا بيعمل جراحة مستعصية في وجدان كل مواطن مصري، لأنه بيحاول أن ينقي كل الشوائب ويحاول أن يزيل كل الأورام اللي حصلت في العقل والمنطق والنفسية المصرية ودرجة التأزم الوجداني من الأحداث المتتالية والمتلاحقة ودرجة الاستقطاب الدعائي اللي بتحصل في الإعلام، ليس فقط على المستوى وسائل الإعلام المرئية ولكن أيضا المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي. بيحصل نوع من شد وجذب. طب خليني أحدد دور الإعلام في الفترة اللي احنا فيها، ان انا عايزة أعرف المواطن بالدستور، مش عايزاه يقول انا عايزه استقرار وبس، يعني ما يبقاش اهدافه كده مقتطبه. في مرحله الانتخابات الرئاسيه لو نتذكر ومرحله بدايه عمل الدستور كان بيحصل نوع من البروموهات الاعلانيه اللي هي الاعلانات الخدميه. ايوه اعرف دستورك مش عارف الكلام دوت. لو ده تم توجيهه بطريقه علميه ماده ده سهل جدا، لان المساحات الاعلانيه والاعلاميه المتواجده على كافه القنوات كبيرة. ولما يحصل نوع من التوالي المستمر لهذه المعلومات بالإضافة إلى الإفراد بعض الأوقات في البرامج تمام. ده مهم جدا. بس مهم أكتر بقى وأنا بعمل البرامج دي إن أنا في نوعية معينة كده من الضيوف بيبقى الهدف منها الشو الإعلامي، فتحصل نوع من التشاحن والارتباك النفسي لدى المواطن. أنا عايزة أقول بقى إن دي بقت موضة قديمة. هو بيحاول خلاص بقى يعني بعض وسائل يعني نعمل تشاحن وشجار وبتاع ويسخن القعده زي ما بيقولوا، ومن مع ومن ضد لا بعيدا بقى ده بيجي على حساب في مصلحه وطن دلوقتي، بيجي على حساب هو العرض والاستعراض الاعلامي ده بيجي على حساب مضمون الماده وطريقه تشكيل الدستور نفسه طبعا. وبالتالي يعني حتى المواطن المصري دلوقتي لما بيشوف الشو الاعلامي ده بينصرف تماما عما يقال، سواء بقى كان صح او غلط مع خلاص بيقوم قافل او قالب على حاجه تانية، لان هو بيعمل وجع دماغ بالفعل. فمرحله التوعيه ويشتته. يعني انا لو حددتها في محاور كده، بدايه لابد للاعلام ان يحدد دوره المعرفي، ثانيا ان يجعل كل ما يطرح مهنيا وموضوعيا بعيدا عن المؤيد والمعارض. تمام. لابد ان يطرح ضيوفا على القنوات الاعلاميه والاقلام الاعلاميه والاذاعات يكونوا على درجه من التوازن المعرفي والتوازن النفسي حتى صحيح. لا يحصل نوع من التشتيت للمواطن. أخيرا مهم جدا نتوخى الدقة في أن المرحلة الحالية ليست مرحلة مسميات،
ليست مرحله تعريف بمفاهيم ومن يكون قبل من ومن يكون صحيح. مع من. مهم يعني انت أكثر قلتي إن ان أنا هو أركز على البرامج افرد فيها وقت لمعرفه ومساحات الدستور إعلانية. ومساحات اعلانيه، وده مهم جدا. يا ريت نبدا من المفروض لما يتم بقى التعديل. ارجع للمستشار فايز فياض لتهديد، قبل ما ندخل في المواد الخلافيه الاخرى، لتهديد حزب النور بردود لم يفصحوا عنها اذا عدلت اللجنه شيئا من المواد المتعلقه بما يسمونه الهويه. بمعنى ان المواد التي تحول مصر الى دوله دينيه طائفيه تسمح للسلفيين وغيرهم من الجماعات الدينيه بان يتحولوا لاحزاب سياسيه. يعني حزب النور بشكل اكثر وضوحا بيهدد بان الماده 219 دي تعتبر ماده لا مساس بها. طب وبعدين؟ والله انا بستغرب لهذا الحزب. اولا الحزب ده يعني هو ساكت لغايه ما يشوف، بيقول لك انا بشوف اللي يعني هيحصل للاخر. اولا انا عاوز اطمن حضرتك لحاجه، حزب النور لن ينسحب من لجنه ال50. هو حزب النور بس بيهدد يعني من الناحيه السياسيه. انا يعني اعرف يعني او حاولت افهم طبيعه حزب النور. حزب النور على فكره للاسف الشديد هو يختلف على فكره عن الاخوان كتير. هو يختلف، ولكن للاسف الشديد كان جمهوره والقواعد الاساسيه كانت موجوده في رابعه ايام الاعتصام للاسف. وهو عامل بينه وبين النظام شعره معه. بس هو يعني لم يحمل سلاح. ما انا بقول لحضرتك بس عشان لا ما ادرانا، بس هو اساسا اولا هو متعاطف مع الاخوان المسلمين، وهو يعتبر دلوقتي الممثل الشرعي لدى لجنه ال50 عن الاخوان المسلمين. وبعدين انا بقول حاجه، يا ريته ينسحب. انا شخصيا رايي الشخصي يا ريته ينسحب، هيريحنا. في حاجه بقى بس حضرتك لازم نعرفها. لجنه ال50 ديت اولا احنا من حسن حظنا ان رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلي منصور ده راجل قانون من الطراز الاول. طبعا راجل فهو كل حاجه بتنعمل في الدوله من نهار بعد ثوره 30 يونيو بالقانون ما فيش موزونه على ميزان حساس. تمام. فاصبحنا احنا دلوقتي ما احناش خايفين من اي حاجه، اي مخالفات قانونيه او اي طعون او اي حاجه. الاجراء حضرتك اللي بيتعمل قانوني الصرف. اصبح دلوقتي حزب النور يهدد ما يهددش يمشي. حضرتك احنا عندنا في بالنسبه للجنه ال50 عندنا اعضاء اساسيين وعندنا اعضاء احتياطيين. لو واحد انسحب او واحد توفى او واحد امتنع عن الحضور هيجي مكانه العضو الاحتياطي. كمان اللجنه توافقت على حاجه معينه في اول جلسه ليها. عملت ايه؟ بعد ما انتخبت الرئيس واعضاء اللجان والمقرر وما شابه ما الى ذلك، عملت حاجه كويسه، قالت حسم النقاط الخلافيه بالتصويت باغلبيه 75%. فهو حزب النور في مثلا كم فرد ممثلين في لجنه ال50 عمرهم ما هيوصلوا 25%، وحتى لو وصلوا اكتر من معاهم هم وانصارهم اكتر من 5 يعني حوالي 20% او اكتر من 25 مش هيأثروا على القرارات. فاذا كانوا هم عايزين يشتغلوا شغل ديمقراطي وشغل صحيح يقعدوا في لجنه ال50 ويحاولوا يقنعوا الناس، وفي اثناء التصويت حضرتك يلجأوا للتصويت ويدونا اغلبيه 75% لاي ماده هم عايزينها. لان حضرتك دلوقتي لجنه الدستور دي كانت بناء على خريطه المستقبل وبناء على الاعلان الدستوري، وهم في جميع المراحل كانوا متواجدين. فاصبح دلوقتي ان هو يهددهم ان احنا هننسحب او ما ننسحبش او دلوقتي احنا قدامنا البحر، اللي عاوز يشرب منه يتفضل واللي مش عاوز يتفضل خلاص. كده القافله هتسير، لان دي اراده شعب. انا مش عشان حزب لا يمثل في الشعب مثلا حوالي 5% هعطل مصيرة الشعب. فهم احرار، هم لو عاوزين لو حريصين على الممارسه الديمقراطيه يحضروا اثناء لجنه ال50 والتصويت هيتم على ماده في المواد الخلافيه. يجوا حضرتك في التصويت ويشوفوا هم انصارهم قد ايه، وخصوصا ان لجنه ال50 ممثله تقريبا لغالبيه فئات الشعب او جميع الاتجاهات السياسيه. يبقى انا النهارده ما يجيش يهددنا بالانسحاب، عايز ينسحب يتفضل ينسحب. فاصبح في آلية لحضرتك للتوافق، او في لو حصل توافق يعني هو لو اشتغل بشكل عقلاني يتنه. اصل هو كده بيخلع نفسه من الحياه، بينتحر، هيعمل زي الاخوان. الاخوان رفضوا دلوقتي وانتحروا سياسيا. هم انتحروا مجتمعيا الاول وبعدين انتحروا سياسيا، فخلاص ما عادش لهم حاجه. حزب النور دلوقتي هو عايز ينسحب من لجنه الدستور هينتحر، وهم اذكى من ذلك. وانا بقول لحضرتك انا متاكد ان هم حزب النور اذكى من ذلك بكتير وهيتنوهم، بس هي مجرد تهديدات لغط. في نفس الوقت الماده 219 دي لا هتقدم ولا هتاخر. زي ما قلت لحضرتك ديت ماده بتقول ايه هي مبادئ الشريعه. مبادئ الشريعه اصلا. نعود للمواد الخلافيه ولكن بعد رفع اذان المغرب بتوقيت مدينه طنطا وعلى المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نرجع طبعا للمواد الخلافية اللي كنا بنتكلم عنها، وكنا المفروض ان احنا بنتكلم عن اللي هي المحاكم العسكرية، وازاي ان مثلا المدنيين دي كانت المادة 198. هذا كان لك مادة اخرى خلافية انت عايز تتكلم فيها؟ عايزين ناخد، احنا ماشيين بالترتيب. بالترتيب. عندنا مادة 176 و177 و178 دولت المتعلقين ب المحكمة الدستورية العليا. حضرتك عارفة الدستور الملغي أو الدستور المعطل كان عمل حاجتين اتنين، إن رئيس الجمهورية نص فيه على إن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها، وكمان قلص عدد الأعضاء في المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11. وده زي ما قلت لحضرتك المادة دي كانت معمولة تفصيل عشان ان هم يشيلوا بها المستشاره تهاني الجبالي للاسف الشديد، وهم بقى عشان كمان يتحكموا في عدد الاعضاء، ويبقى بدل ما يبقوا الخلاف كتير يبقى هم عاوزين الحاجه اللي عايزين يمرروها. فاصبح الماده 176 و77 و78 دولت 176 و177 و178 دولت
واجبي الالغاء. واجبي الالغاء. ليه؟ لان هم عشان يبقى في هنا استقلال بين السلطه التنفيذيه اللي بيمثلها رئيس الجمهوريه وبين السلطه القضائيه. الحاجه الثانيه عشان كمان ترجع المحكمه الدستوريه العليا لطبيعتها الى 18 عضو، وهي طبعا من افضل المحاكم الدستوريه على مستوى العالم. على فكره احنا معانا فيديو لمؤتمر لمجلس الوزراء عن التنميه الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه. ده معانا كان موجود النهارده، لسه ما نعرفش طبعا تداعياته ايه وايه اللي تم فيه. ده كان تم بالامس، ده كان اليوم. ده المؤتمر ده كان اليوم. لسه توصياته لم نعلمها حتى الآن. نرجع للمستشار فايز فياض في الحديث عن المواد الخلافية اللي حضرتك ذكرتها. بالظبط زي ما قلت لحضرتك دلوقتي المادة 176 و177 و178 الخاصة باستقلال انت قلت ان هم بدل الاعضاء خلوهم 11 تحديدا عشان مستشارة هاني الجبالي. بالظبط كده، عشان يشيلوا مستشارة هاني الجبالي. وحتى دي يعني الناس كلها عرفتها. فهم دلوقتي لابد الماده دي هذه المواد واجبه الالغاء عشان ترجع المحكمه الدستوريه تاني تمارس دورها الطبيعي بعدد اعضائها الطبيعيين اللي هو بينص عليه قانون. نيجي بقى ماده مهمه قوي، الماده 198 وده عليها خلاف. الماده 198 بتاعت ازاي المدنيين يحكم مدنيين بالزبط. امام محاكم عسكريه. بس اخد اتصال هاتفي من المستشار محمد خليل. سياده المستشار. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك سياده المستشار. انا بس عايزين نعرف يعني ما هو الانجاز حتى الان في لجنه ال50 بعد الخلاف اللي كان طرح وبعد الوقت اللي كان تم اهداره في الخلاف ما بينه هل هو معدل ام جديد. فما هو انجاز حتى الان لجنه ال50؟ هو حضرتك طبعا احنا عايزين نتاكد من ان ما سوف يوضع هو دستور جديد، واللي طلع به الاعلان الدستوري هو ان يكون تعديل لدستور 2012. لذلك الكل يتحدث عن تعديل ل 2012 وانما الحقيقه هو دستور جديد تماما. واذا تحدثت اللجنه عن دستور جديد فيجب على رئيس الجمهوريه ان يصدر اعلان دستوري جديد يتضمن انه ليس تعديلا وانما دستورا جديدا. لكون حضرتك ما ورد في الماده الخاصه بتعديل الدستور هو تعديل وليس جديد، جعل اللجنه تقوم او تتحدث دائما عن تعديل المواد وليس وضع دستور جديد. اما الانجاز الذي تم فهو عباره عن تشكيل مجموعه من اللجان التي يناط بها وضع كل باب او كل فصل خاص بموضوع معين من موضوعات الدستور. زي لجنه نظام الحكم تم تشكيل لجنه خاصه بها من اجل اعداد المواد الخاصه بنظام الحكم، سواء كان حكما سيكون النظام برلمانيا ام رئاسيا، سيكون النظام مختلط الانتخاب هو نظام فردي ام قائمه، وهل سيستمر مجلس الشورى من عدمه، وهكذا في باقي اللجان الخاصه بالحياه المجتمعيه والحياه الاقتصاديه. لذلك ما تم من انجاز اي نعم هو غير ظاهر الان الا ان نتيجته في المرحله القادمه القليله سيظهر ان شاء الله. والدليل على حسن سير العمل في اللجنه هو التشكيل الذي تضمنته اللجنه، فاللجنه مشكله من جميع اطياف المجتمع سواء كانت جمعيات اهليه او قوات مسلحه او تيار اسلامي او تيار ليبرالي، وده ان شاء الله باذن الله اللي سيترتب عليه خروج دستور معبر عن كل الطوائف بعكس دستور 2012 الذي كان يعبر عن طائفه معينه او لون معين في المجتمع. سياده المستشار يعني حضرتك متفائل؟ بالتاكيد متفائل. طيب لا موقف السلفيين بقى وحزب النور منهم معترضين. انا هقول لحضرتك حاجه، هو اللجنه طبعا متحسبه لكل الامور والصوت العالي الان هو للشعب وليس لاي حزب او اي اتجاه او اي لون في المجتمع، لان ما قام بثوره 30 يونيو هو الشعب وليس تيار معين، الشعب بكافه طوائفه هو الذي قام بالثوره، لذلك فلن يتحكم في هذا الشعب بعد الان اي طائفه او لون معين في المجتمع. فوجود حزب النور من عدمه لا يشكل شيء، ولا سيما ان هناك خلفيات عما تم في لجنه المئة وما قاله احد قاده السلفيين من ان هذا التيار ضغط على الحريه والعداله وعلى الجماعه
أو على التنظيم الدولي للإخوان بأن يضع المادة 219 التي كانت كارثة لو استمرت في دستور 2012 أو استمر تطبيقها فيما بعد. فالتفاؤل موجود، وإن شاء الله بإذن الله هذه الطائفة أو هؤلاء الأشخاص لأنهم لا يعبرون عن طيف أو لون في الشارع لن يؤثروا على عمل اللجنة إن شاء الله. سيادة المستشار محمد خليل، أنا بشكر حضرتك. شكرا. الله يخليك. شكرا. طبعا حضرتك اتكلمت عن المحاكم الدستورية، بس أنا هرجع للدكتورة أسماء الجيوشي واتكلم عن دور المرأة بقى. يعني ودور المرأة تقلص، وكان خلاص هيتم وقدها، انحصر بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وكان لا ده كان هينتهي قانونا. لا يمكن في أي مجال من التمثيل البرلماني والتمثيل القضائي والتمثيل المجتمعي على كافة مستوياته، بداية من القيادات وحتى الأعمال الإدارية البسيطة، لا يمكن قانونا أن يعني نغفل دور المرأة أو أن نفقدها مكانتها، لأن هناك معاهدات دولية وهناك اتفاقيات مجتمعية وهناك ضغوط عالمية من خلال أيضا يعني شيء بسيط اللي هو التمثيل العددي للمرأة في المجتمع يجعل لها تمكينا على كافة المستويات. لكن ضمن الإحصائيات أن 10% فقط من ال49 هم اللي لهم دور مجتمعي ودور فاعل على مستوى القيادة والتغيير. فبالتالي عندما تستهدف كمان ال10% دي من القيادات النسائية ومن المرأة الممثلة على كافة المستويات العلمية والأكاديمية والمهنية والمجتمعية، وبالتالي نغفل دورها ونختصره في مجرد رمز أو نختصره في مجرد في وردة. على الرغم من أهمية الوردة ومن المعنى الرفيع لوجودها إلى عشان ما حدش يتكلم هحتنك وردة اهو. فبالتالي دور المرأة جعل من الكبت المجتمعي ومن الضغط الثقافي والسياسي أداة للتغيير. يعني على الرغم مما حدث إلى أن دور المرأة كان بارز جدا في الثورات العربية كلها. فبالتالي حصل نوع من التوظيف الإيجابي لطاقتها المجتمعية على الرغم من كل الضغوط اللي كانت بتواجهها في الفترة الأخيرة. مسألة تمكين المرأة من خلال ما حدث مثلا على سبيل المثال كوتة المرأة في مجلس الشعب، ده نوع من الدعم، وإن كان دعم موجه. ودائما في الإعلام لدينا مبدأ بأن التوعية مفروضة ولكن التوجيه مرفوض، بمعنى أن يتم توظيف المرأة لخدمة أغراض سياسية أو لأنها نوع من العدد الرقمي فقط لتكملة أصوات صناديق انتخابية أو لتكملة أماكن أو لتكملة قيادات أو لأنها مضمونة في هذا المكان، فبالتالي تصبح من أهل الثقة الذين يمكن أن يتم توجيه آرائهم لخدمة أغراض معينة. ده مرفوض تماما، وأثبتت المرأة أنها لا يمكن توجيهها لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي، بل بالعكس ربما تكون هي السيف المضاد لكل ما يحدث في المجتمع إعلاميا وسياسيا. ولأن العنصر المؤثر في الأسرة المصرية والعنصر المؤثر أيضا في الرأي العام هو المرأة، فبالتالي عندما تكون هي على درجة عالية جدا من الكفاءة ربما تحتاج إلى دعم مجتمعي في هذه المرحلة، لأننا نستطيع أن نجد أن هناك بعض التغييرات النفسية والثقافية التي أتت أيضا من مجال الإعلام إلى بعض توجيه فئات من الشعب المصري لكي يكون في مرحلة مضللة بأن المرأة ربما لا تستطيع أن تكون على درجة من الكفاءة أو ربما لا تستطيع أن تكون في المكان المميز حاليا، لأن دائما الصفوف الأمامية ربما هي التي يصوب إليها السهام، ولأن المرأة ربما في هذه المرحلة سوف لن تستطيع أن تواجه مثل هذه السهام، فلا بد أن تتراجع. كل ذلك يأتي عكسيا بما هو منوط به دور المرأة في هذه المرحلة. أنا أتمنى طبعا في تعديلات جديدة المرأة تجد لها دور أكبر. ففي النهاية أنا بس المادة الخلاف الأخيرة عايزة أتكلم فيها 198 اللي هي في أقل في إيجاز جدا هو المدنيين لا يمكن محاكمتهم محاكمة عسكرية. بالضبط. هو المادة دي كانت بتنص على ان لا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري. حضرتك باختصار شديد جدا المادة دي طبيعية جدا. انا من وجهة نظري الشخصية، وانا راجل كنت في القضاء العسكري قبل كده، المادة طبيعية جدا.
انا دلوقتي لما يكون عندي اعتداء امال ايه الخلاف عليه؟ عشان هم دلوقتي عايزين المدني بيقولوا انها بتتعارض، الناس اللي مدعين انها بتتعارض مع الماده 75 اللي بتقول لا يحاكم شخص الا امام قضيه طبيعي. ايوه، طب ما هنا في الحاله دي لما واحد يجي مدني يعتدي على منشاه عسكريه او على فرد عسكري اثناء دية عمله، طب ما هو قضيه طبيعي هو القاضي العسكري. صحيح، هو ده قضيه طبيعي، لان المفعول انما دلوقتي ان انا واحد دلوقتي المنشاه العسكريه لها خصوصيه معينه ولها اجراءات معينه ولها قدسيه معينه، ودلوقتي عايزني انا واحد اسويه بواحد متخانق مع واحد بره او بيضرب واحد بره او معتدي على اي حاجه بره، اسوي الاثنين ببعض واخلي ده قدامكم. هو عموما القضاء العادي هو القضاء الاعلى والقضاء الاصلي والقضاء العسكري والقضاء الاستثنائي، ولكن في حاله الاعتداء على العسكريين او الاعتداء على المنشات العسكريه يقع تحت محكمه لابد ان يكون في حاله استثناء، لابد عشان يبقى في ردع، لان طبعا الحقيقه انا يعني كنت اتمنى ان الحديث يطول اكثر من ذلك، لان في جوانب كثيره كنا عايزين نتكلم فيها، لكن انا في النهايه عايزه اقول ان في مسائل كتير مفروض انها بسيطه، مفروض انها تحل حتى نصل يعني الشعب مع لجنه ال50 لتوافق وننتهي من هذا الموضوع، موضوع الدستور. فعشان ما ندخلش في دوامه الخلافات التي لا تنتهي، لو كل الاختلاف ده امر طبيعي، لكن نقبل الاختلاف ونعدي بسرعه لبر الامان عشان يكون عندنا دستور، يكون عندنا دوله نقدر نعيش بقى زي كل الناس الطبيعيه، تبقى دوله فيها دستورها، لها رئيسها، لها مؤسساتها، ونقدر نتعايش ونبني نفسنا اقتصاديا مره اخرى. الحقيقه بتوجه بالشكر مستشار فايز فياض، محامي بالنقد والدستوريه العليا ومستشار بالتحكيم الدولي ورئيس النيابه العسكريه سابقا. شكرا، شرفتني. بتقدم ايضا بالشكر لدكتوره اسماء الجيوشي مدير المركز الاعلامي بجامعه المنصوره ومستشاره الاعلاميه بالامم المتحده. شكرا لك، شرفتيني. اشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، يوم الجمعه الجاي نتمنى ان شاء الله يكون خير، ما فيش تهديدات، ما فيش مسيرات حاشده، ما فيش الزحف الى مش عارف ايه، يا رب نتمنى ان يكون جمعه هادي زي ما كانت طبيعتنا، والى اللقاء واقابلكم ان شاء الله الجمعه القادم في مرفوع مؤقتا من الخدمه. بحبك يا مصر، مسايا وصباحي بسبح بحبك، حبك شفايا وجراحي يا مصر، مسايا وصباحي بسبح بحبك، حبك شفايا